مساء الخير، وخلينا نستهل بوسترات أعمال رمضان ببوستر مسلسل النهاية. وخليني أقول لك كام حاجة في الأول. أولا، الفيديو ده لنقد تصميم البوستر وليس المسلسل وليس يوسف الشريف وليس شابو يوسف الشريف. ثانيا، أنا اتكلمت بالفعل عن البوستر ده مرتين من زمان وقلت إنه في قمة السوء. ثالثا، بعد ما اتكلم عن البوستر للمرة الثالثة هقول وجهة نظري عن اللي أنا شايفه من المسلسل أو اللي وصلني من التريلر، لكن ده في الاخر لان الكلام الرئيسي على البوستر ده لوحده من غير التريلر لا يساوي قيمة تجعل منه موضوع حلقة ولا نص حلقة حتى. بوستر قبيح جدا، ما شفتش بوستر في قبحه وسوءه غير مثلا بوستر فيلم الفلوس ده. الاتنين بيتساووا مع بعض في القبح وضعف الخبرة وسوء التنفيذ. طيب خلينا نبدأ بالخلفية. طالما انا بتكلم عن العالم البوست ابوكاليبتيك المستقبلي في مصر او في اي دولة عربية، إذن لابد خلفيتي تعكس ملامح الدولة دي أو تديني أي سمة مميزة أعرف بيها إن العمل ده مصري. طب إيه اللي تم هنا؟ هي 3-4 صور مسحوبين من على النت، أبوكاليبتيك سيتي وول بيبر دوت جي بيج متلطخين على بعض وبقت خلفية. ده إن لم تكن أصلا صورة واحدة مسحوبة ما فيهاش أي هوية مصرية أو عربية. يا سيدي خش جرافيكس ريفر هتلاقي أكشنات أسعارها تبدأ من $5 تحول لك أي مبنى لمبنى منهار او متدمر. هات الاهرامات ودمرها، هات برج القاهرة ودمره، هات عناصر تدل على الهوية اكتر. ده غير ان اصلا بعيدا عن الهوية مفيش بوستر فيلم او مسلسل احترافي خلفيته بتكون جاهزة. لازم المصمم يعمل كومبوزيتنج للخلفية من عناصر مختلفة هو اللي بيجمعها عشان يبين مقدرته. اكيد لسبب ما قالوا له اعمل الديسبرشن افكت ده او اللي هو زي طقطقة اصابع ثانوس، بس انا شخصيا ما لقيتلهوش مبرر من التريلر. قد يكون شكله واقعي من اليمين بس شكله سيء من الشمال. ليه كمان صورة يوسف الشريف ابيض واسود؟ هل بتضحك عليا وتفهمني ان هو روبوت كده؟ يعني هو الحديد معناه ان جلد ابيض واسود؟ كون الصورة ابيض واسود والخلفية الوان ده بيسحب العين عن الصورة ويخليني ابص على الخلفية فلاقيها سيئة جدا. اختيار الفونت سيء وتقليدي جدا. عمل بهذا الحجم مصروف عليه التكاليف دي كلها، يبقى على الاقل اروح لحد محترف تايبوجرافي يعمل لي تايبوجرافي محترم زي احمد يوسف الخواجه مثلا. ليه ما يشتغلش في حاجه بالحجم ده؟ يديها تايبوجرافي مميز خاص بيها، مش فونت يفط محلات. ايه الافكت اللي في الكتابه ده؟ حديد وفي حتت مصديه على اساس روبوتات وكده. اختيار غير موفق على الاطلاق لللاير ستايل. طيب خلينا نتكلم بالعقل. ايه البقعه الصفرة دي؟ نور الشمس ده يعني؟ طب ذمه ودين في نور شمس عامل شبه بقعه العدس كده؟ لابد من وجود بؤره مضيئه تبدا تخف كل ما تبعد عنها. حتى لو الدنيا مغيمه يبقى برضه في بؤره ولو صغيره. وليه النور ده طالع على المباني ويا دوبك حته من ديله على السماء مع ان المفروض العكس؟ طب ايه الخط الاحمر ده؟ لينس فلير؟ يعني لينس فلير او خط نور زي ده؟ الاتنين ملهمش اي لازمه. الشغل كله ضعيف غير منظم ولا منسق. ولو اللي عامله بيسمعني، يا عم انا مش شرير ومش عايز اهدك ومش عايزك تشتغل. كلامي ما يسببلكش يأس. انا ذكرت لك 3-4 نقط اشتغل عليهم اكتر، وتعالى شغلك اللي جاي حطه في عيني وقول لي بص انا صلحته، اسقف لك واقول لك احسنت. انا مش راعي التصميم في كوكب الارض ولا انا احسن مصمم، انا بس عندي راي وعندي منصه بقول فيها الراي ده بالاسلوب اللي انا شايفه. يجي لي واحد يقول لي على فكره مش رسمي، دول عاملينه بس عشان مشغولين لحد ما يعملوا حاجه تانية. مبدئيا انت مش فاهم الفرق بين الرسمي والغير رسمي. العمل الغير رسمي او الفان ارت ده اللي بعمله ومجامله ليا الممثلين بتشيروا ويكتبوا شكرا جدا فلان الفلاني انت فنان ايموجي قلب وقطه. لكن العمل اللي منزلش غيره من سبتمبر 2019 ويمكن من قبل كده وصفحه الشركه المنتجه تحطه، بل انها تعمل له نسخه متحركه، بعد كل ده جاي تقول لي غير رسمي؟ ضد المنطق. قول لي مؤقت يبقى كده كلام تاني، بس مؤقت ايه برضو؟ ده رمضان على بعد كام يوم وكل المسلسلات نزل لها بوسترات. اي نعم كل البوسترات شبه بعض بس يعني نزل لها بوسترات وخلاص. يجي واحد برضو اللي هو ماسك قلب دفاع اللي هو بيدافع وخلاص يقول لي يا عم مش فاضيين يعملوا فوتو سيشن، يا عم عندهم حاجات اهم. طب ما حلو، روح بقى لواحد رسام بيفهم يعمل لك البوستر. روح لاحمد نادي اللي عمل بوستر فيلم الفلوس المرسوم الحلو ده مش القبيح ده. اسامه ابو الغيط فنان من زمان جدا كمصمم وكرسام وفنان اكاديمي مش هاوي، بس يمكن مؤخرا بدا يهتم برسم الكونسبتس والشخصيات والحاجات دي. محمد مصطفى فنان برضه وهو اللي كان مسؤول عن رسم بوستر فيلم لما بنتولد والتصميم لاسلام حسن. محدش هيقول لك هات فوتو سيشن، هيبدع ويطلق العنان لخياله. وطبعا غيرهم كتير جدا من رسامين الديجيتال المحترفين
محترفين، ففي اكتر من حل بس محدش مهتم. صعب نعمل حاجة كاملة من مجاميعه، مفيش اتقان للعمل، وعك وربك يفك. الكلام ده كله عن بوستر المسلسل وليس المسلسل. انا ولا كاره ليوسف الشريف ولا من اشد معجبيه، يعني انا لو هقول ان تاني عمل هتفرج عليه كاملا ليوسف الشريف هيكون النهاية بعد العالمي. ما بين العالمي والنهاية ما شفتش حاجة من اولها لاخرها، اللهم الا بعض الحلقات المتفرقة. والحقيقة حاجة بتثير الضحك جدا ان زمان في بداية القناة لما عملت فيديو عن بوستر فيلم بني ادم وقلت انه حلو، كانت التعليقات بتقول اني بطبل يوسف الشريف عشان شابوه يوسف الشريف وبتاع. ولما اجي دلوقتي واقول ان البوستر ده سيء ابقى انا حاقد على يوسف الشريف. يا ريت يا جماعة نكبر بعقلنا ونفهم يعني ايه نقد. النقد ده ممكن يتحول لعمل فني قائم بذاته قيمته اكبر بكتير من العمل الاصلي، بس تكلم مين وتشرح لمين؟ احنا عايزين قصف جبهات وهه بم وخلاص. اما عن المسلسل وما يصار حوله انه متقلد او مقتبس او مسروق، خلينا ما نحكمش على الحاجة من غير ما نشوفها، ده اولا. ثانيا منطقي وبديهي جدا، انا دلوقتي لو بعمل حاجة اول مرة اعملها في حياتي هعمل تغذية بصرية واخد تجارب الناس اللي عملت نفس الموضوع كريفرنس ليا، افضل ماشي على نهجهم فترة ثم فيما بعد اكون انا الستايل والشخصية بتاعتي. اول مصنع عمل بدل في العالم حدد شكل البدلة، طب تاني مصنع اللي جه وراه على طول عمل ايه؟ اشتغل على نفس الفورمولا، على نفس الرسمة والتلبيس، لحد ما مع الوقت بدأ كل واحد يطور وبقى بليزرز وتوكسيدو وشتى ستايلات وانواع البدل. وارجوك مش عايزين نخش في تصحيح مفاهيم البدل في الكومنتات، الفكرة كلها ان عادي لو هتبدأ حاجة جديدة تقتبس لحد ما تكون شخصيتك. ويا سيدي انا راضي اعمل لي ستار وورز كوبي بيست جزء كل رمضان هسقف لك عليه والله، لا لشيء الا انك هتكسر جبل الهراء المتكرر بتاع كل رمضان وكل مسلسل. فكفايه جواز وطلاق وتجار سلاح ومخدرات وخناقات على ورث وظباط شرطه وجيش وشنبات وجواكت جلد. يا ريت ندعم اي حد بيحاول يعمل اي حاجه جديده، ونخلي الهه بم في نطاق محدود غير ساري على كل شيء، وما نشوفش تعليقات من نوعيه لما امك تعمل لك ستار وورز في البيت، لما امك تعمل مش عارف جيميني مان ولا اوبليفيان في البيت ولا بليد رانر. خلينا ندعم العمل مهما كان فيه اخطاء عشان نشوف زيه كتير، ما نبقاش بنحبط الناس وفي نفس الوقت عمالين نقول فين التجديد وفين التنويع، ما عندناش دراما، ما عندناش مش عارف ايه. ضد المنطق اساسا انك تلاقي عمل مصري خيال علمي اوريجينال 100%. ازاي بس وانت ما عندكش خبرة او تجارب في الموضوع ده؟ هتاخد سيما علي بابا ريفرنس مثلا؟ هتاخد رحلة الى القمر ريفرنس؟ ما ينفعش يا جدعان. فانا متصالح تماما مع اي حاجة هشوفها في المسلسل ده، وسعيد ومتحمس للتجربة دي، واتمنى نشوف منها كتير وتكون دافع للممثلين المحنطين بتوع كل سنة انهم يعملوا حاجة جديدة بدل قصص الصعود والبطل البرم اللي بيقفل الشوارع. انتظرني في فيديو تاني لتغطية بوسترات اعمال رمضان كاملة في فيديو واحد، وفيديوهات تانية بنتكلم فيها عن النقد ومصطلح البوستر، وفكرة يمكن ان شاء الله تتعمل في رمضان اسمها بودكاست الافيش. كنت مسجل اول حلقة ليها من اغسطس تقريبا 2019 لاسباب شخصية لم تذاع، فاحتمال ان انا اعيد التجربة في رمضان، تكون حلقات فيها استفاضة في الكلام عن التصميمات والبوسترات للمهتمين. بس طبعا ده كله لما نشوف الدنيا هتروح بينا فين، هل في ترم ولا الترم هيتلغي ولا هيكمل ولا ايه ظروفه بالظبط، وبس كده. وطبعا الاسطمبة بتاعت كل مرة ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني تاني سواء في المحتوى ده او في محتويات اخرى تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسي فيرست على الفيسبوك، ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على انستجرام. اهم بقى من كل الفولوهات دي تشوف الفيديوهات اللي فاتت، وبس كده. شكرا جزيلا.